فخر الرازي الشافعي. اسمعوا يا أمة المليار مسلم، هؤلاء إلا أن يتبرأ منهم الشيخ خالد، تبرأ من المسعودي وقال شيعي، فهؤلاء هل شيعة؟ جميل. أنا أطلب منه أن يقرأ لي نص كلام الفخر الرازي. ولك انتهى يا شيخ بهادلي وبزيادة. تفضل يا شيخ خالد. أنا أطلب منه أن يقرأ لي نص كلام الفخر الرازي. يلا تفضل. سمعت؟ اقرأ نص. نعم سمعت. خليها في مداخلتي. لا من مداخلة الشيخ خالد، هو بيقول لك من مداخلته. تريد ماذا قال فخر الرازي؟ بالضبط. ها الشجرة المباركة في أنساب الطالبية، الصفحة 78 و79. طلبت فاسمع. أما الحسن العسكري الإمام فله ابنان وبنتان، أما الابنان فأحدهما اسمع صاحب الزمان، والثاني موسى درج في حياة أبيه، أما البنتان ففاطمة درجت في حياة أبيها، وأم موسى درجت أيضا. الشجرة المباركة. لم يعتذر عن المسعودي، لم يعتذر عن الذهبي. أيضا هذا الرازي في كتابه الذي كتاب المسائل الخمسون في أصول الدين للفخر الرازي، قال وقد ثبت بالدليل أن خلو الزمن عن الإمام غير جائز في شرع النبي، فلا بد. هذا كلام الإمامية. قال ثم في الإمامة 3 أقوال. القول الأول قول الملاحدة، القول الثاني قول أكثر الرافضة، وهم يقولون أن الإمام هو محمد بن الحسن العسكري وهو غائب. ثم قال القول الثالث قول أهل السنة. ثم قال وإذا كان لا بد من الإقرار بفساد القولين الأولين وطمانهما وجب الإقرار بصحة القول الثالث. إذن هو ذكر قول الإمامية وذكر قول الملاحدة وقول السنة، ثم حكم على أن قول الإمامية بإمامة محمد بن الحسن العسكري وهو الغائب قول باطل. هل ستعتذر؟ تفضل. بأي كتاب نقلت؟ هذا عندي كتاب المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي. المسائل الخمسون في أصول الدين الرازي. والله أنا ما نقلت عن المسائل الخمسون. لا، هذا الرازي نفسه، هذا الإمام الرازي. بكلمك عن الرازي. الآن أنا قلت لك فخر الرازي الشافعي الذي نقلت عنه هو لا يفرق. لحظة. صبر أنا أوضح للناس. أنا أكلمه من كتاب الشجرة المباركة. هو يروح في أي كتاب تقرأ أنت؟ اسمع في أي كتاب؟ قال لك المسائل الخمسون في أصول الدين. لما ذكرت له أمس يا عيني أنا وين أتكلم؟ طيب اترك له الوقت يا سيد هادي. تفضل يا شيخ خالد. ذكرت له أمسي أن علماء السنة لما يأتون يترجمون لفرق الشيعة، وعلماء الشيعة وأئمة الشيعة ينسبون القول هذا إلى الشيعة، لكن لما يأتون يتحدثون عن عقائد السنة يبطلون قول الشيعة. فماذا يفعل الشيعة من حيلهم؟ يذهبون إلى التراجم التي ترجم لها علماء السنة لما يقول الشيعة، لما يعتقد الشيعة، لما يعتقد الشيعة، فيقول إذن الرازي يقول بولادة المهدي. لا، هو هنا حكم بالبطلان، وهناك ترجم لما تقولونه أنتم ولما تعتقدونه أنتم، لا أنه هو يقوله. تفضل. اعتذر. الآن أمامك سؤال بما أنك توجه. أما الفخر الرازي لا يعرف التاريخ وتقول لا يعرف التاريخ، وأما أن تقول وثق الشيعة. لا. أي واحدة منهم اختار لك واحدة. لا يعرف التاريخ أم موثق للشيعة؟ لا، هو ينقل ما تقولونه أنتم وما تعتقدونه أنتم. فخر الرازي تاريخي أو غير تاريخي؟ تاريخ هذا ينقل في تاريخ يا أخي فهمه. اشرح له يا شيخ حسام الله. هل نقله دون معرفة؟ لا يعرف الفخر الرازي أم نقله؟ طيب دلوقتي هو وقتك دلوقتي يا سيد بهادلي. هو بيقول لك هو ينقل ما تقوله أنتم يا شيعة، هو بينقل ما في كتبكم. ينقل غير عارف؟ ينقل بمعرفة أم غير معرفة؟ وقتك دلوقتي يا سيد بهادلي. شيخ خالد، فخر الرازي ينقل بمعرفة أم غير معرفة؟ هو ينقل ما تعتقدونه أنتم سواء كان حقا أم باطلا. يا عيني